من بعد ما تعلن على المنصة الخاصة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، كلشي ولا كيسول شحال غادي ناخذ في الدعم هذا، شحال هي القيمة المالية اللي غتجيني انا وعدد الافراد الاسرة ديالي اللي كاينه معايا. شحال من واحد لقى الجواب، ولكن بزاف الناس ما لقاوش الجواب، بقاو ضايخين وما عارفينش القيمة، بقاو كيقدروا غير في السماء، ولكن ما متاكدينش شحال القيمة المالية اللي غادي يستافدوا منها، رغم انه كلشي عندنا في هذا السيت هذا اللي تسجلنا فيه اللي هو AST.M. ملي كندخلوا واش يعطينا، هذه هي الصفحة الرئيسية ديالو. تنمشيو لهاد جدول المحاكاة. باش ما نطولش عليكم هاد لا فيديو غادي ندخل معكم نيشان في الموضوع. هنا تيعطيونا كل اسره والوضعيه ديالها. بالنسبه لهنايا الاسره التي لديها اولاد سواء كانوا ذكور او اناث عمرهم اقل من 21 سنه، بالنسبه للاسر اللي عندهم وليدات اقل من 21 سنه مثلا كنكليكيو عليه وكنمشيو لها تالي. كدير هنايا شحال عدد الافراد ديال الاسره ديالك. انا مثلا غادي ندير 3 ديال الوليدات بحال هكا، وغادي تحدد هنايا تكتب شحال العمر ديالو. مثلا واحد عنده 12 عام، مثلا واحد مثلا ندير عنده 17 عام، وواحد غادي ندير عنده 20 عام. غادي نديرو انهم كاملين كيتابعوا الدراسه ديالهم. وواحد اللي عنده اعاقه، ولا الاعاقه نخليوها من بعد، نديرو هكا التالي. كتجينا هنايا تعطينا تقدير الحسابات وتيكون داكشي بلا ديتاي. الوغ شحال عندنا من واحد؟ عندنا 3 ديال الوليدات، كل وليد غناخذوا عليه 200 درهم، بمعنى 3 الوليدات غتجينا في الدعم 600 درهم. بالنسبه لهذا الشخص اللي عنده 3 ديال الوليدات اقل من 21 سنه. مزيان، غادي نرجعوا وغادي نشوفوا بالنسبه لوضعيه اخرى. مثلا غادي نديروا انه عندنا 2 وليدات مثلا كيعانيوا من وضعيه ديال الاعاقه وكيتابعوا الدراسه ديالهم، او نديروا انهم مثلا ما كيتابعوش الدراسه ديالهم بحال هكا. وغنديروا التالي، نحيدوا نديروا غير 2. هنا كيف ما كتشوفوا تعطيونا تقدير او المبلغ الشهري الاعانات اللي هو 600 درهم، بمعنى 300 درهم على كل واحد. علاش؟ حيت كيعانيوا من اعاقه. الا كانوا كيعانيوا سيدي من اعاقه او ميم طون تيقراو ديروا تيتابعوا الدراسه، غنديروا التالي. ما كتغيرش القيمه كتبقى هي بالنسبه ليهم. هو انه الدري الا كان كيعاني من اعاقه ما كيهمش واش كيتابع الدراسه ديالو ولا ما كيتابعهاش. مزيان، دابا غنرجعوا وغنشوفوا حاله اخرى اللي هي ام ارمله عندها وليدات سواء كانوا ذكور او اناث. بالنسبه لام ارمله، اللي ميت لها راجل، نديروا بحال هكا ونديروا التالي. غنديروا مثلا عندها 2 ديال الوليدات مثلا وكيتابعوا الدراسه ديالهم. غنديروا التالي. العمر خصنا ندخلوا العمر، نديروا مثلا واحد عنده 13 عام وواحد عنده 18 عام مثلا، ونديروا التالي. شحال كتجينا الاخوان؟ كتجينا 350 درهم، بمعنى 350 درهم هي القيمه نيت اللي كانت عند ام الارمله اللي كانت كتستافد منها قبل ما يبدا هذا البرنامج. يعني حافظوا على نفس البرنامج ونفس القيمه الماليه. كتقدر على كل طفل 350 بمعنى هاد الام هذه غتجيها 700 درهم. مزيان، الا كانوا كيعانيوا من وضعيه اعاقه وهي ام ارمله، نديروا هكا مثلا غادا تجينا الاخوان 450 درهم. بمعنى لا كانت ام ارمله وعندها 2 وليدات كيعانيو من اعاقه، غادا تخلص عليهم لكل واحد فيهم 450 درهم. مزيان، نزيدوا مثلا ونديروا وليد اخر، ونديروا مثلا عنده سيدي 20. غنديروا التالي. شحال غتجيها 1250 درهم. الا كان تيعاني من اعاقه غتكون تجيه 450 درهم، يعني غتجيه القيمه الماليه غتجي لهاد الام الارمله اكثر من 1250 درهم. هادشي غادي يكون ابتداء من جانبير في هذا الشهر هذا اللي هو 2023، وفي 2025 تولي 1325، و2026 1400 درهم في كل شهر. مزيان، هذا من جهه. بقات لينا اخر حاله اللي هي الاسره بدون اولاد. نمشيو الاسره اللي مثلا تتكون فيها غير المراه وراجلها، ولا مثلا كاين ابن والام ديالو والاب ديالو، ولا مثلا ابن هو متكلف بوالديه 2. فهمتي؟ غادي نديرو هكا، نديرو التالي. غادي يعطينا المبلغ الشهري لهاد الاعانات لهاد الناس هادو كتقدر ب 500 درهم، ما فيها لا زياده ولا نقص. واللي معروف هو انه 500 درهم هي القيمه الماليه، اقل قيمه ماليه غادا تاخذ، بمعنى ما كاينش شي حاجه اقل من 500 درهم. الا كان راجل هو ومرته 500 درهم. الا كان مثلا راجل ومرته وولد مثلا عنده اكثر من 21 عام، فراه كتبقى نفس القيمه اللي هي 500 درهم. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو هذا. تنظن انه هذا السيت صراحه عجبني بزاف، فيه بزاف ديال الاجابه على بزاف ديال التساؤلات اللي ممكن تطرحوها على ناس اللي ربما يبقاو غير يقدروا ويصيفطوا لكم وتبقاو تالفين. اللهم اي واحد عنده شي سؤال ما فهمش شي حاجه، دخل هذا السيت هذا، دخل اسئله متداوله، راه هنا كاين بزاف ديال المعلومات.
هنا كيعطيك شنو هو هذا النظام. هنا كيعطيك الاطار القانوني باش تدخلوا انكم تقراو. كاين شروط للاستفاده هنايا كتقراوها. كاين هنايا كيفاش تقدروا انكم تستافدوا. يعني جميع التساؤلات اللي تدور لكم في الذهن ديالكم غتلقاوها في هذا السيت. صراحه هذا السيت عجبني بزاف بالمقارنه مع الموقع ديال السجل الاجتماعي الموحد ولا السجل الوطني للسكان. هذا السيت هذا مديطاي وفيه تفاصيل بزاف صراحه. نتمنى لكم الاخوان التوفيق، ونتمنى ان هذا الفيديو هذا نكون توفقت في الشرح ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.